ناس كتير من اللي عايشة في نيويورك واللي عاشت في نيويورك بتنقل ونقلت وبتفكر تنقل منها. ليه؟ مش دي مدينة كبيرة وفيها بزنس كتير وفيها فرص عظيمة والناس بتجيها من كل حتة وفيها عرب وفيها ده وفيها ده والحياة فيها حلوة واللي بيعيش فيها بيحبها؟ ليه الناس عايزة تنقل؟ ليه الناس بتفكر تنقل؟ ليه الناس نقلت؟ ليه في ناس هتنقل كمان؟ الحقيقة نيويورك من أيام الكوفيد ناس كتيرة اضطرت تطلع بره المدينة بسبب الوضع وبسبب ان الدنيا قافلة وبسبب الخوف من انتشار الأمراض، وكمان عشان مفيش شغل والحياة غالية فيدفعوا حاجتهم ازاي، فكل واحد راح حتة تانية غير نيويورك. اللي كانوا عايشين في نيويورك وطلعوا منها كان أغلبهم شايف ان هو مش ممكن يقدر يعيش في أي مكان تاني، فلقى ان هو ممكن يعيش. وفي كتير منهم ما رجعوش بعد الكوفيد، في ناس رجعت بس الوضع الاقتصادي بتاعها كل يوم في أزمات بتزيد يوم بعد التاني، خصوصا بعد ما دخل مهاجرين غير شرعيين كتير للبلد أيام بايدن. فكتير منهم راحوا لتكساس، فتكساس نقلت كتير منهم لمدينة نيويورك، فبقى فيها كمية ناس كتير من العاطلين اللي بيدوروا على أي شغل وبيقبلوا بأي مرتبات، فأسعار الأجور بدأت تنزل وفرص العمل بدأت تقل والمشاكل بتزيد. المدينة بتحاول تحصل فلوس بأي شكل من الناس، فالموضوع بقى مرهق جدا وماديا صعب جدا عليهم. عشان تعمل فلوس فيها الموضوع كل يوم بيزداد صعوبة والتكاليف بتزيد فيها بشكل كبير جدا كل يوم عن التاني. انا شخصيا مريت بالتجربه ديت. يمكن انا كان عندي خطه من بدري ان انا عايز انقل، لكن بعد الكوفيد بعد المشاكل شويه شويه كنت خلاص مستعد ان انا عايز انقل وعملتها. في ناس تانية ممكن تعملها. اتمنى التوفيق للجميع، سواء عشت في نيويورك او في مكان تاني. كل التحيه لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.